ايه ده؟ هو انت متعرفش؟ النهارده يوم مش عادي يا عم الحاج. ديربي مدينة مانشستر وليفربول وبيرنلي، على الرغم من ان بداية الموسم ما كانتش افضل حاجة للفرقتين، لان جماهير مانشستر يونايتد والسيتي النهارده عايزين يصالحوا جماهيرهم. السكاي بلوز خسر ماتشين من توتنهام وبرايتون، وبقى في منتصف جدول الترتيب، واليونايتد مش في افضل حالاته من الموسم اللي فات. الريد ديفلز السنة اللي فاتت نهى الموسم في المركز ال 16، والسنة دي متخبط، اتعادل ماتش يخسر ماتش، وخروجه الموسم ده من الكاس خروج مفاجئ. ولكن الريد ديفلز عمل تعاقدات السنة دي ممكن ينقذ بها الموقف: امبومو من برينتفورد، وماتيوس كونيا من وولفرهامبتون. أما عن الإصابات فعمر مرموش هيجيب لفترة بسبب الإصابة اللي تعرض لها مع منتخب مصر في آخر ماتش ليه مع بوركينا فاسو، لما تعادلوا 0-0، وتأجل صعود منتخب مصر لكأس العالم للماتش الجاي، ماتش جيبوتي في شهر 10. عمر مرموش ركيزة من الركائز الأساسية اللي كان بيعتمد عليها بيب جوارديولا. في كذا لاعب مصاب تاني، من ضمنهم رايان شاركي وكوفازيتش. بيب جوارديولا هيحاول يعتمد على اللعيبة اللي معاه. النهارده السيتي هيغير الخطة اللي كان بيلعب بيها، كان بيلعب 4-2-3-1 أو 4-3-3. النهارده هيلعب 4-1-4-1، وهيبدأ بالصفقة اللي عملها من باريس سان جيرمان دوناروما، أسطورة باريس سان جيرمان وأسطورة المنتخب الإيطالي، الحارس الأفضل بعد جينويجي بوفون، واللي هيمسك الحراسة لمدة 15 20 سنة قدام كده في إيطاليا، زي ما بوفون كان عامل كده مع منتخب الأزوري. هيبدأ بدوناروما أساسي. وأنا حاسس إن النهاردة السيتي هتعمل حاجة وهتصالح جماهيرها، ومن أجل مرموش ومن أجل إصابة اللعيبة التانية هتعمل حاجة وهتصالح جماهيرها، رغم إن اليونايتد مش هيسكت ومش هيبقى ماتش سهل. أما بالنسبة لماتش ليفربول وبيرنلي، فالريدز داخل النهاردة عشان يستعيد الصدارة اللي خدها أرسنال مؤقتا امبارح بعد ما كسب 3-0، وجيو كاريس جاب جون، وإيز عمل أسيست. ليفربول بعد الصفقات الجديدة اللي عملها هيخش معتمد عليها النهاردة، صفقات قوية جدا، قلتها كتير في فيديوهاتي وهقولها تاني: إيزاك، فيرتس، فريمبونج، إكيتيكي. وعلى الرغم من إن بيرنلي لسه صاعد من الشامبيونشيب، مش هيبقى ماتش سهل جدا، لأن هو فرقة عنيدة جدا وفرقة عاملة زي غزل المحلة كده في الدوري المصري، ممكن تدافع عن الماتش كله وتعتمد على الهجمة المرتدة. برأيك السيتيزن النهارده هيقدر يسيطر على الماتش، ولا الريد ديفلز هيسيطروا على الماتش من الأول وهيفوقوا النهارده وهتحصل لهم الصحوة اللي مستنيينها ديلها كتير؟ من 2012 آخر دوري كسبوه مانشستر يونايتد، نفسهم يكسبوا بطولة. هل هيكسبوا النهارده، ولا السيتي له كلام تاني؟ شاركوني برأيكم واعملوا كل الحركات اللي على الشاشة، وما تنسوش تشتركوا في قناتي اللي على اليوتيوب موجودة في البايو فوق.